ستيفن روستي، الذي يعتبر واحداً من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية القديمة، لعب أدواراً متنوعة وغالباً بشخصية الشرير المحبوب الذي يجذب الانتباه بخفة دمه وسحره الخاص. ومع أن مسيرته الفنية كانت مليئة بالعديد من الأدوار الفريدة، إلا أن المشهد الشهير نشنت يا فالح يظل عالقاً في الذاكرة. ولد ستيفن روستي في 16 نوفمبر 1891 لأب نمساوي وأم إيطالية، ونشأ في مصر قبل أن يسافر إلى أوروبا لاستكمال تعليمه. هناك جذبته الأضواء والمسرح والسينما ليقرر دخول هذا العالم باندفاع قوي. عاد إلى مصر مدفوعاً بحب للفن ولغته العربية الفصحى، حيث أشبع هذا الحب بتقديم أدوار جمعت بين الفكاهة والعنفوان بكل مهارة. في مشواره الممتد لعدة عقود، شارك روستي في إعداد وتأليف العديد من الأعمال السينمائية، وكان يمتلك قدرة هائلة على إضفاء روحه الخاصة على الشخصيات التي يؤديها، حتى أنه رغم تقديمه شخصية الشرير، كان دائماً ينال إعجاب وحب الجمهور. وميزته قدرتها على الارتجال، فكثير من اللحظات الأيقونية في أفلامه كانت نتاج لحظات الارتجال تلك. المشهد الشهير نشنت يا فالح من فيلم سي عمر يعد لحظة لامعة في تاريخه الفني، حيث يتجلى فيه سحر الكوميديا السوداء الممزوجة بالفكاهة الفريدة التي عرفنا بها ستيفن. هذه العبارة البسيطة تحولت إلى مقولة شعبية تتردد في العديد من المواقف الكوميدية في الحياة العادية. ورغم رحيله في عام 1964، فإن تأثير ستيفن روستي وإرثه الفني ما زال ينبض بالحياة، وسيظل شخصية راسخة في ذاكرة السينما المصرية كشخصية ذات طابع خاص وذكريات لا تنسى.